اهلا بيكم في فيديو جديد. باتيستوتا نزل ديس على دافنشي وحريمو. طبعا في اسباب كتير خلته ينزل الديس هنتكلم عنها، بس قبل ما نتكلم اصلا عن الديس او عن اسباب الديس والمشاكل اللي حصلت قبل كده، المشكله اللي داخل فيها ويجز، عايز بس اقول مقدمه لابد منها، وهي ان انا ما حبيتش اتكلم عن النكش او الحوارات اللي حصلت ما بين دافنشي وويجز، عشان ممكن الكلام يتفهم غلط، وفي ناس كتير بتاخد الكلام بحساسيه وبزعل، والموضوع ده اصلا وحش عموما. يعني فكره ان في مشكله ما بين حد مصري وحد مش مصري دايما بتعمل فتنه. بس انا على الاقل كعبد الله يعني حضرت كذا بيف ما بين رابرز مصريين وغير مصريين، بدايه من بيف حمورابي وابي يوسف، واللي كان اعتقد يعني الناس المصريين اللي شايفين ان حمورابي كسبان البيف او كانوا مع حمورابي في البيف كانوا اكتر من المصريين اللي مع ابي يوسف. فهي القصه مش قصه بلاد او قصه مثلا ده مصري وده مش مصري. اي نعم بعد كده في بيف هوك وحمورابي كان في ناس كتير مع هوك عشان مصري، بس ده لان هوك كان قوي فعلا. فبعيدا بقى عن نقطه مين مصري ومين مش مصري، انا هشيل النقطه دي خالص من دماغي، او مش هحكم بان ده مصري فانا هدافع عنه او ده سوداني فانا هبقى جاي عليه. لازم انت تبقى واثق من دي. راجع كل الفيديوهات اللي اتكلمت فيها قبل كده عن الرابرز اللي بينزلوا ديسات من غير ما يبقى في سبب او من غير ما يبقى ليه دخل ليهم في المشكله. كل الكلام ده بقوله عشان نلغي حته ان باتيستوتا حكاك. مفيش سبب مباشر يخلي باتيستوتا ينزل ديس. باتيستوتا ما كانش طرف في الموضوع اصلا، بس هو ده الراب، مش لازم يبقى في سبب عشان تنزل ديس. انت ممكن تنزل ديس مع حد عشان انت مختلف معاه فكريا حتى. فكون ان باتيستوتا استغل التاتش اللي حصل ده ان هو ينزل ديس، ده عادي. اللوم على باتيستوتا هيبقى في الديس نفسه، ان الديس مثلا ضعيف او مفيش بونشات، ده اللي نتكلم فيه فعلا. لكن حته ان هو ما كانش لازم ينزل ديس عشان هو ملوش دخل بالموضوع، دي ما بحبهاش. فان كان عموما كلها اراء. عايزين بس نقول قبل الفيديو ده ان مصر والسودان اخوات وكلنا شعب واحد والهري ده كله يعني، فمش ديس اللي هيخسرنا بعض. اتكلمنا كتير، نخش بقى نتكلم عن الاسباب بتاعه المشكله وبعد كده نتكلم عن البيف. طيب الموضوع كله بدأ باختصار شديد بان دافنشي نزل جزء من شات كان بيتخانق هو وويجز في الجزء ده من الشات. نقدر نقول ان سبب المشكله بالنسبه لدافنشي واللي خلاه كبر الموضوع او ينزل ستوري ان هو قال له ويجز يا رمه، فويجز قال له الرمه ابوك. وبعد الحوار اللي ضربه بينهم على خاص، دافنشي خد الخناقه دي سكرين ونزلها ستوري وقعد يقول له الكلام ده انت بتقول على النت بس ما تقدرش تقوله على الواقع، والكلام ده كله يعني باختصار اعتقد معظمنا شفنا الاستوريات. الفكره كانت في الكومنتات اللي على الاستوريات دي. اي حد حز بالموضوع او مثلا خدها في فكره ده ابن بلدي وده مش ابن بلدي، فانت محتاج تتعالج بجد. وبرضه اي حد حاول يقلل من التاني زي اللي هو مين دافنشي ده. انا عارف ان ممكن يكون في ناس مصريين ما يعرفوش دافنشي، بس دافنشي معروف يعني اكيد مش بس في السودان، في الوطن العربي كله. فكون انت ما تعرفش دافنشي فدي حاجه تبينك انت انك جاهل او مش جاهل. يعني احنا مش بنتكلم في فيزياء وكيمياء، احنا بنتكلم في راب يعني، فعادي. بس المضحك ان بعد كده هتلاقي ناس سودانيين بيردوا مين ويجز ده. فصباح الفل. انا ما بحبش الطريقه دي في اللي فات، اللي هو ده محدش يعرفه، يعني حتى لو هو فعلا محدش يعرفه فده ما يقللش او يزود من قيمته الفنيه. برضه نفس نوعيه الناس اللي هو يقول لك مثلا ايه ده انا عمري في حياتي ما سمعت عن ويجز. يا ابني انت كده مش هتقف، انت كده يا ابني مش هتقف جنب بلدك. انت بتثبت يا ابني ان انت ما عندكش نت، انت كده بتثبت ان انت ما عندكش كهرباء اصلا. مفيش كهرباء لسه جايه لكم فاهم من ساعه. نرجع لموضوعنا المهم. بس توتا كالعاده علق على اللي حصل. اي حد متابع باتيستوتا عارف ان هو اي تاتش او اي مشكله او اي حدث حتى بيحصل في الراب هو بيعلق عليه. شفنا قبل كده حواره مع شاب جديد برضه، ممكن تشوف انها حاجه عادي برضه، ما بس هو الفكره ان هو دايما ما عندوش حته اللي هو بيبقى بروفيشنال مثلا او ما يتكلمش في حاجه ما تخصوش. لا هو زيه زي اي فان بيدي رايه في كل حاجه. نزل ستوري بيقول اللي نزل نص الشات على النت عشان يعمل حوار واسمه مرتبط بويجز، انت كده شاب مفتوح جامد، وانك تقول بيحقد عليك. انا مش عارف اجيب اشوف الحقد من اي اتجاه غير حقدك انت. انا بتكلم بالعقل واللي مش عاجبه مش عارف ايه. الفكره ان هو بيتكلم انه ما وضحش الشات ايه سبب الخناقه فيه او ايه سبب ان ويجز شتمه. هو جايب الجزء اللي هو بيتخانق فيه مع ويجز وويجز شتمه، فبيقول اللي بيجيب نص الشات ده واحد بس عايز يعمل حوار ومصدق بقى ان ويجز شتمه عشان يعمل مشكله مع ويجز واسمه مرتبط بيه. وبعد كده بيقول اللي هيقول بقف مع ويجز عشان ابن بلدي ومنطقتي والكلام ده. احب اقول لك انا اتكلمت بالعقل جدا وليا اصحاب سودانيين من زمان ومش عارف ايه وبتاع وبحبهم، فما تدخلوش البلاد في الموضوع. والله لغايه دلوقتي كلام منطقي وانا مع باتيستوتا بنسبه كبيره يعني، واللي متابعني عارف ان انا ما بحبش ويجز. فالموضوع مش عاطفي، مش ان انا مثلا بحب ويجز وما بحبش دافنشي فانا خلاص بنتكلم بالعقل. لغايه دلوقتي بنتكلم بالعقل. لغايه دلوقتي انا مش مغلط حد من الاثنين ومش مغلط دافنشي برضه لان ما اعرفش ايه سبب الخناقه. بس انا بتكلم ان الاصح ان هو كان يعرفنا الموضوع كله من اوله لاخره بما انه قرر ينزله على النت ويوريه لنا. بعدها رابر السوداني اسمه حليم اتكلم عن الموضوع او يعني علق عليه بريكورد وقال الكلام ده. شباب نحن كارتست سودانيين كده شفتوا يوم نفتح بيف، يوم نتشاكل، ويوم نعمل، ويوم نسوي، ويوم نطير، ويوم نقع مع بعض وزيتنا في بيتنا. لكن علي بالدين ارتست من اي دولة يفكر كده ولا راسه يلعب بيه وانه يعمل اي حركة مع اي ارتست سوداني
ده اموره جاطت شديد والله. الكلام ده فيه مشكله كبيره جدا. انا قاعد من اول الفيديو بقول ان الموضوع طالما هو راب ما بين اتنين رابرز بره عن ده جنسيته ايه وده جنسيته ايه، الدنيا تمام ومفيش اي مشكله. تبدا المشكله امتى؟ لما حد يشيل مين الصح ومين الغلط ويمسك بس في ان ده جنسيته ايه فانا معاه وده جنسيته ايه فانا ضده. وده اللي حليمو عمله. قال لك احنا كسودانيين بندس بعض ومش عارف بنتخانق مع بعض، بس لما يجي واحد من بره يدس حد مننا كلنا بنقف معاه، اللي هو انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. فاللي هو انت كده عملت فرق ما بين البلدين، انت كده حزبتها. فالغلط هنا من حليمو بره والله عن ان هو سوداني ولا مش سوداني. انت المفروض كسوداني تكون شايف الموضوع ده. يعني احنا ماشيين دلوقتي بره عن الجنسيات وعن مين بلده ايه. حليمو هو اللي غلطان في اللقطه دي. بره بقى عن ويجز غلطان ولا دافنشي غلطان. فرضا ان ويجز يا عم اكتر حد غلطان في الدنيا وغلط راكبه من ساسه لراسه، بس ان انت تخش تقول ان انا مع دافنشي عشان هو سوداني وضد ويجز عشان هو مصري، فانت كده بتعمل فتنه من الاخر. انت مش عايز حاجه غير ان بس السودانيين كلهم يقفوا معاك ويقفوا مع دافنشي، فدي فتنه. وهنا بقى جه رد باتيستوتا في ستوريهات، ولغايه هنا باتيستوتا كان صح 100% كل الكلام اللي هو بيقوله. ماشي يا جدعان، امبارح انا اتكلمت قلت محدش يشتم مصر ومحدش يشتم السودان، والرابرز ما لهمش دعوه بالحاجات ديت خلاص، والموضوع انتهى، وده كده كده مشكله بين ويجز وبين دافنشي والموضوع كده ايه انتهى. لسه صاحي لقيت حد اسمه حليم، تمام، رابر اسمه حليم، بشوف صوره مع جي. انت بقى مش هتنط مع ويجز ومش هتنط دعوه بدافنشي ويجز خالص بقى، خليك معايا انا. ايه بقى انت يا اسطى عايز ايه؟ بتعمل ايه؟ نفسك في ايه انت، في الراب ولا غير الراب؟ محدش يدخل البلاد في بعض، محدش قد الموضوع ده، ما تعمليش فيها يا عم ان انت حمدت يا عم. محدش يدخل يا جدعان البلاد في بعض، قلنا 100,000 مره. اللي هيدخل في بلاد في بعض ده كده واحد عايز فتنه. لغايه هنا الموضوع نام تقريبا او هدي، يعني معرفش ايه اللي حصل بعد كده، انا مش متابع قوي الصراحه. بس اتفاجئنا امبارح بان باتيستوتا نزل ديس على حليمو باسم خرطوم. قبل ما نتكلم عن الديس هنمسك في كلمه الخرطوم دي عشان في ناس اتضايقت منها وقالت ان الديس على السودان او على الخرطوم تحديدا. هو يقصد بس يعمل وورد بلاي في كلمه الخرطوم، عمل دبل مينينج، فاهم انت، اللي هو الخرطوم اللي هو كان ماسكه في الستوري وفي نفس الوقت خرطوم اللي هو عاصمه السودان. خد اقول لك حاجه، ود الفارغ ده الجوله في الكار، تقلب عزاوي عياط في ايدي ومخي يفلى الماوس. طيب البدايه ضعيفه جدا جدا، فاهم، كنت متخيل حاجه اقوى من كده كتير الصراحه، لكن خلينا ما نستعجلش، لسه اول بارين. لما تتكلم على السين المصري تقف تعظم ياض، يشهد علينا الله ان اتربنا. بيقول لما اتكلم على السين المصري تقف تعظم ياض. هنا بقى المشكله، احنا بنتكلم من الاول او باتيستوتا بيتكلم من الاول ان ما تحزبهاش، ما تقولش السين المصري والسين السوداني، ما تقولش مصر والسودان، قول حليمو وباتيستوتا ويجز ودافنشي، كلنا في الاخر مسلمين، كلنا عرب، كلنا اخوات في الاخر. انتوا فاهمين احنا بنتكلم في ايه؟ فكون انت تقول السين المصري فانت كده بقى ايه، بتحزبها، انت اللي بتحزبها يا باتيستوتا، ما انت لسه قايل ما تحزبهاش لحليمو، فما تقولش كلام وتناقض نفسك. عندي هنشعلقوك سناج وحد في توب، تيجي لي زول مشنوق على رقبتك الخرطوم، تجي لي زول مشنوق على رقبتك الخرطوم. بانش لاين جامد نوعا ما، زي ما قلنا الورد بلاي اللي معمول اصلا في اسم التراك، الخرطوم اللي هي الخرطوم اللي هيتشنق بيه والخرطوم اللي هي عاصمه السودان، فجامده. شاب ولقوه جوه ليبيا غويتوه، صباح بياخد فيها والزبيبه في راس ابوه. معرفش الصراحه حاجه عن حليمو قوي فمش قادر افهم البارات، بس كاستنتاج يعني هو قاعد في ليبيا والزبيبه في راس ابوه، ان هو ابوه شخص بيصلي وفي زبيبه في راسه، بس هو اللي غاوي يتوه، غاوي يبقى مش كويس. عندي دم وبغير خلقي ده يا خنيق، بقلب تور جوه البيف اكني تيستو في الوريد، بقلب تور جوه البيف اكني تيستو في الوريد، اللي هو تستوستيرون المفروض يعني، اللي هو هرمون الذكوره، اللي هو راجل قوي. فيلم العيد على الافيش تمسح النيل وكبش الجيل، دم سخن غالي ما يشرفنيش ان اكون حليم. هنا الصوره اللي بيحاول باتيستوتا يصدرها عن البيف ان هو ما بين تمساح اللي هو باتيستوتا وكبش اللي هو حليمو، والفكره في حته ان هو عمال بيشبه نفسه بالتمساح، او لسه يعني هيشبه نفسه بالتمساح في البارت اللي جايه، لان التمساح بيبقى منتشر في النيل، والنيل هو الحاجه المشتركه ما بين مصر والسودان، مصر والسودان عندهم نفس النيل، يعني حتى اسوان مشهورين عندنا هنا بانهم تماسيح النيل. وفي البانش اللي بعديه بيقول له دم سخن غالي، الحته اللي هو كان بيفرش لها من شويه ان هو زي هرمون التستوستيرون وان هو زي الثور وخلقه ضيق، عشان يقفلها بقى بالبار ده ان هو دمه سخن غالي، يعني عصبي من الاخر، لانه ما يشرفوش انه يكون حليم. حليم اللي هي الصفه، شخص حليم يعني شخص هادي، في نفس الوقت حليم اللي هو بيدسه. وانش لاين بس مش اقوى حاجه. ده دافنشك اصلا لاعبين ايطاليا بطاليا، انت الخشبه هو البلطه ولا هو الجثه وانت الشنطه؟ انت ودافنشك اصلا لاعبين ايطاليا بطاليا. هنا بقى بيطلع الاسكندراني اللي جواه، انت الخشبه وهو البلطه ولا هو الجثه وانت الشنطه. هنا بيخيرهم، بيقول له مين فيكم عايز يبقى الجثه ومين فيكم يبقى عايز شنطه العربيه او الشنطه اللي هتحط فيها الجثه، مين فيكم عايز يبقى البلطه، والبلطه دي حاجه كده زي الفاس او زي السطور يعني، ومين عايز يبقى الخشبه اللي هي تبقى تحت البلطه، لما بتيجي تقطع مثلا حاجه بتحطها على خشبه وبتقطعها بالبلطه. فنوعا ما البارين دول فيهم فكره شويه عن باقي البارات. مين عايز يبقى فقره، مين فيكم بياخد اكتر عشان نطلب الشيك والكل حاسب وانا مبرطع.
عشان نطلب الشيك والكل يحاسب وانا مبرطع. هنا هو بيتكلم في نقطه ان كله هيتحاسب، والله كله هيتحاسب. عايز يعمل وورد بلاي في ان هيتحاسب اللي هو هيتحاسب، وهيتحاسب اللي هو هيتحاسب حرفيا. عشان كده بيقول نطلب الشيك. هديكوا كتير في القعر عشان طريقي صعب، برميها في ملعب غنم للاسف ملهمش طعم. طيب بعيدا عن البارين اللي هم نوعا ما واضحين، بس الدس مزعج بشكل مش طبيعي. يعني انا فاهم ان هو حابب ان هو يعمل ان هو اجريسيف وبتاع عشان ده دس وكده، بس الموضوع خرج عن السيطره جدا وبقى مزعج يعني بجد، لدرجه ان انا بعد ما اسمعه دلوقتي مش هسمعه تاني فعلا. مش حابب ان انا اسمعه لان هو مش حلو، مش كبارات ولا فنيا ولا اي حاجه، بس على الاقل كمجمل كتراك ما تحبش تسمعه مرتين من كتر ما هو مزعج. هكون بشيط في الجوز بس ده مش فن، ده رسام ويترجونا سيبهم يمشوا ان شاء الله حتى يمسوا لبعض. ماشي البارين دول مش وحشين، بس هم كلهم ايحاءات جنسيه يمشوا على اي حد، مش شرط ان هم على حليم ودافنشي، فاهم؟ وده زي بارات كتير في الديس ده مش مركز فيها على حاجه معينه او داتا مثلا ماسكها على دافنشي او حليم. الكوك حلو كده بيخليك يعني تهيج، بينفخ فيك ويقويك يعني بيحسسك انك ريل. هنا بيسأل حليم الفكره يعني في البارين دول ان هو بيتهمه ان هو مدمن كوكايين. بس لما بظهر ليك كل ده قدامي بيسيح، هفضل ادب واضرب فيك وتهرب زي الجنجويد. الجنجويد هو مصطلح سوداني معناه شخص راكب حصان وماسك سلاح، بس الفكرة ان المصطلح ده انتشر او اتعرف بيه ناس معينة زي بتوع الدعم السريع. لو انت مش عارف مين هم بتوع الدعم السريع فدي قصة طويلة ممكن نلخصها في ان كان في مكان معين كان الدولة عايزة تسيطر عليه زمان يعني، فما كانوش عارفين يسيطروا عليه، فجابوا ناس من قبائل او يعني خلينا نقول ميليشيات عصابات عارفين المكان ده كويس وجندوهم بحيث ان هم يساعدوهم في السيطره على المكان ده. فلما ده حصل فعلا وقدروا ان هم يسيطروا كافئوهم بان هم خلوهم جزء من الجيش، بس هم مش جزء من الجيش يعني هم برضو لسه زي ما هم عصابات او ميليشيات، بس الفرق ان بقى معترف بيهم من الدوله. وبعد كده قوات الدعم السريع مع الجيش سيطروا على الحكم، وبعد ما سيطروا على الحكم حصلت بينهم مشاكل وحصلت الحرب اللي دايره دلوقتي في السودان ما بين الجيش وما بين قوات الدعم السريع. تشبيه بقى باتيستوتا هنا لحليم ان هو زي الجنجويد مش منطقي، فالمنطقي ان هو يكون بيشبه نفسه هو بالجنجويد. ففي الحالتين انا بحب البارات اللي من النوعيه دي لانه عكس البار اللي فات. لو تفتكر في البار اللي فات قلنا ان هو الكلام يمشي على اي حد، بس انت هنا بتدس حد سوداني فانت لازم تقول بار ليه حاجه علاقه بالسودان او بان هو سوداني. وافضل انادي واقول يا عالم عايز اشوف دكر في السين عشان قلبي على اخواتي اسرع من الدعم السريع. طيب في بارين انا اتخطيتهم لان هم حشو زي برضو البار ده حشو، والفكره ان برضو زي دي في الدسات مش المفروض انها تبقى حشو، المفروض انها تبقى فرش للبانش لاين، بس بما ان مفيش بانش لاينات فمعظم البارات بتبقى حشو. المهم ان هو بيقول عشان قلبي على اخواتي وهو ما قالش حاجه قبلها، يعني عشان دي بترد على ايه؟ هو في البار اللي فات قال وافضل انادي اقول يا عالم عايز اشوف دكر في السين، فهو اللي بيبدا يجر الشكل على حسب كلامه في البار. فين بقى اخواتك اللي انت بتدافع عنهم؟ فالبار اللي فات مالوش علاقه بالبار اللي بعديه، فدي حاجه برضو ضعفت قوي البانش لاين بتاع الدعم السريع اللي هو كان ممكن يبقى جامد زي البار بتاع الجنجويد. الديس ده فيه مشاكل كتير، في مشاكل كتير فعلا. انا كنت اتمنى او كنت متوقع حاجه جامده زي مثلا ايه الديس اللي هو بتاع تشرشل اللي نزل في وقت بيه في ابيس مروان موسى واللي كان قوي جدا، فباتيستوتا عنده اقوى من كده بكتير. قالوا لي خف يا ابني ان الكفايه ضرب فيه وانا كاني الفوق بطير زي الامين عمر امين. عمر الامين هو مغني سوداني وهنا يعني هو بيديله شاوت اوت او يعني فاهم بيشبه نفسه بيه، فاللي هو بيقصد يقول ان مشكلته مش مع السودان، هو مشكلته مع الاثنين اللي هو بيدسوهم. كبش وجاهز للذبيح نزل برجله في وحل النيل فوق لي اصلا ما عرفتكش اصلا غير من احمد جي. احمد جي هو بروديوسر من اسكندريه. باتيستوتا بيقول ان هو ما كانش يعرف حليم وعرفه اصلا عن طريق احمد جي، او احمد جي اللي قال له واحد اسمه حليم ومثلا نط في الموضوع او كده. ده اللي انا فهمته. محدش هنا هيسمع عليك هتشيل كتير وتقول يا اخي السين المصري دوت جول شبركه تمسيح. برضه بيكرر فكره التماسيح عشان تماسيح النيل والكلام ده، بس برضه بيكرر كلمه الصين المصري واللي انا شايف ان ملهاش اي موضع او اعتبار في الموضوع. يعني حته ان هو بيحاول يصور ان هو حامي حمى الصين المصري او هو بيدافع بالدس ده عن الصين المصري مش حاجه كويسه والله، لان زي ما انت قلت يا باتيستوتا انت كده بتحذبها كده، انت بتعمل فتنه مش اكتر. بقول لك ايه يا زول تعالى شد في دول اشيل من جسمك زور عشان معانا فيه السود. طيب هنا بيقول له خد يا زول شد في دول، وده هتاف كان قاله جمهور الاهلي من سنه على جمهور الهلال السوداني، وما اعتقدش ان الهتاف ده فيه مشكله ان كان جمهور الهلال شتم برضو الاهلي والاهلاويه في ماتش السودان او في ماتشات قبل كده يعني عادي، وعلى السوشيال ميديا كان في قلق كبير ما بين جمهور الاهلي والسودان، وده بيحصل ما بين كل جماهير الكوره فده طبيعي جدا. يعني جمهور الزمالك والترجي على طول بيتخانقوا وبيشتموا في بعض، فالموضوع مش علاقه بالدول قوي على قد ما ليه علاقه بالانديه، فحتى الاهلي والزمالك بيشتموا بعض. ففي الحاله دي انا ما عنديش مشكله، يعني ما عنديش مشكله لان انا كنت صراحه في ماتش الهلال اللي اتقال فيه الهتاف ده. قايم يلا في خيبتك عايش في دور سكتة عامل لي جنجو جتة وقلبهمك اسمه هبتة. سكيبتا هو رابر بريطاني او انجليزي يعني، وزي ما واضح في البار حليمو كان عامل تراك اسمه هبتة. مصر وعندي الضحايا زي التحف جوه دلابي هحطك جوه الرحايا تبقى تروب ارميه في جبالي.
مصري وعند الضحايا زي التحف جوه دولابي. يعني دي ثالث مرة اقول فيها ان غلط انك تقول انك مصري، مش عشان حاجة بس عشان انت اللي قلت مش عايزين نحذبها. والرحايا هي الآلة اللي بيطحنوا فيها القمح، فبيقول ان هو يطحنه يعني وياخد التراب اللي هيطلع وهيرميه في الجبال بتاعته. حدش خشن زي رابي، احلى مسا من دماغي، نيلكوا ابيض زي قلوبكم، نيلي ازرق زي نابي. بيختم التراك باحسن بار تقريبا في التراك، نيلكوا ابيض زي قلوبكم، بيقول للسودانيين النيل بتاعكم ابيض زي قلوبكم لكن انا النيل ازرق زي نابي. فالبار ده فيه ريسبكت اكتر ما فيه ديس، بس في نفس الوقت هو حته ان انت تقول على حد طيب في ديس، فدي برضه نوعا ما بتكون مش عايز اقول اهانه بس بتبقى ضعف من الاخر. وطبعا في لعب في الكلام عشان في نيل ابيض وفي نيل ازرق، والنيل الابيض والنيل الازرق هما النيلين اللي بيجتمعوا بعد كده وبيكونوا نهر النيل، فسواء الابيض او الازرق هما في السودان مش في مصر اساسا، وهو عارف كده وقاصد كده يعني. بس ما علينا، ده كان ديس باتيستوتا الخرطوم. الدس مش اقوى حاجه ومعظم بانشاته ضعيفه، وكان ممكن ان هو يطلع احسن من كده بكتير، بس حاسس ان هو استعجل شويه. برضه في مشكله تانية ان الدس زي ما قلت مزعج يعني، فاهم؟ كمزيكا مش احسن حاجه تتسمع. فما علينا، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشاركنا على زر الجرس عشان بس فيديوهات كل سنه. انستجرام وكل الكلام ده. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.